يوريني المعلومات، اديني المعلومات. اي حد اقول انا بكره الصبح اقول لك انت راجل عميل للموساد، انا عندي معلومات ان انت عميل للموساد، بقيت عميل للموساد يا توني؟ يعني اي حد يقول اي كلام، فراجل مختل. ليه؟ لان انا اللي كنت ماسك حمله حمدين، وانا اللي كنت مجمع التبرعات بنفسي بقى، مش حاجه انا ما كنتش حاطط ايدي فيها، وانا عارف كل تعريفه دخلت وكل تعريفه اتصرفت. انا خالد يوسف مش حد تاني، اللي كنت عارف كل جنيه جه الحمله وكل جنيه صرف فين. الا يمكن ان تكونوا شركاء في هذا الموضوع؟ نعم. خلاص يبقى انا وحمدين عملاء للجهات ديت، وخدنا فلوس من الجهه اللي بيقول عليها الاستاذ المختل اللي اسمه ياسر ده. دائرة الاتهام. دائرة الاتهام. خالد يوسف متهم بأنك اتهمت الرئيس الدكتور مرسي بأنه ذهب إلى الميدان فقط ليتصور. يعني مش فاكر انا قلت كده، بس مستعد اقول كده. مستعد تقول كده؟ ما عنديش مشكله. هلا انا ما قلتش الدكتور مرسي الى الميدان بس كان ليتصور؟ يعني انا ما قلتش التصريح ده، بس يعني مستعد ان يقول. مستعد ان انا اقوله، ما عنديش مشكله. يعني هو راح عمل ايه في الميدان؟ راح عمل جاكيت كده وقال انا ما حد، انا مش لابس اسمه ايه؟ واقي سترة واقي، وانا مش خايف. ده ناسك اللي موجودين، ومن حملوا الاسلحه قبل كده وضربوا المصريين هم من ابناء الاخوان المسلمين وخارجين من عباءه الاخوان المسلمين. انت هتخاف من مين؟ خايف وسط اولادك؟ وسط ناسك؟ اكيد. ألا تعتبر ان ذهاب الدكتور مرسي الى الميدان كان وفاء لابناء الميدان؟ ما عنديش مشكله، بس لما يبقى الميدان فيه الثوار، الميدان ما كانش فيه غير الاخوان. الميدان بكتير. هذه الملايين اللي كانت موجوده بالميدان لم تكن الا ملايين. اللي كانوا موجودين في الميدان، كانوا الاخوان المسلمين وقله قليله من القوى الثوريه اللي هو نعم قدروا ب2 مليون. لا ده كلام مش حقيقي. لا ده كلام مش حقيقي. انا بعرف اقدر المجاميع لان انا شغلتي المسز. هل انت اليوم مقتنع بما قلته لك منذ سنه؟ حذاري لان الثوره تاكل ابنائها. بدات الثوره تاكل ابنائها في مصر. لا. وتفرزهم فئات وفصائل ومجموعات متناحرة متحاربة. ما عنديش يعني غير يقين واحد ان الثورة لن تأكل أبنائها، والثورة ستكتمل وستصل القوى الثورية الحقيقية اللي عملت هذه الثورة، اللي هي صاحبة المصلحة في المستقبل، اللي هي قوى التغيير الحقيقية، إلى السلطة، وستتحول الإخوان المسلمين إلى حركة معارضة مصرية عادية جدا بإذن الله. أنا متأكد من ده وعندي يقين في ده. خالد يوسف، أنت متهم بأنك أفشلت التيار الذي تمثله الاشتراكي الناصري من الوصول إلى تغيير عقلية المصريين، وها هي النتيجة أنهم ذهبوا واقترعوا للتيارات الإسلامية في الانتخابات. غير صحيح، لأن اللي حصل عليه ممثل هذا التيار اللي هو حمدين صباحي في الانتخابات يقترب من 5 مليون، قريب جدا من اللي حصل عليه الدكتور مرسي نفسه وشفيق. يعني ما كانش حاجة بعيدة خالص، في حين ان ناس كتير جدا من اللي انتخبوا حمدين صباحي من شهور قليلة ما كانوش يعرفوه. فمجرد ان هم حسوا بصدقه وحسوا ان هو يمثل هذا التيار وصلتهم الرسالة، انتخبوه 5 مليون. لا كان وراه دول ولا كان وراه تنظيم. كيف تفسر انتخاب الناس لحمدين صباحي؟ زي ما قلت لك، الصدق، وان هم حسوا ان هو فعلا بيمثل الوطنيه المصريه الجامعه. دعنا نرى الاستاذ رقم 1، انت موافق او معارض؟ معارض، تفضل. لماذا تعارض؟ اولا انا بحيي الفنان والمبدع خالد يوسف كمبدع، إلا أنه كسياسي واضح أنه عنده بعض التهور. فهو بيعارض الإسلاميين معارضة أيديولوجية، حتى لو أصابوا هو لا يعترف بهذا الصواب. فحمدين لو نزل الميدان يبقى ثائر، مرسي لو نزل الميدان يبقى رايح يتصور. التقارير الإعلامية اللي بتقول إن سبب من أسباب تراجع أصوات حمدين هي إن خالد يوسف هو المشرف على حملته الانتخابية. خالد مقدر كمبدع، لكن العوام وجمهور الشعب المصري يضعه في سلة واحدة مع المخرجة إيناس الدغيدي. وأنا شاهد عيان بعض الزملاء في جبهة الإبداع لما تكلم الفنان إيمان البحر درويش عقب عليه خالد يوسف. أحد المنظمين قال يا ريت خالد ما يظهرش لأن خالد هيسيء للجبهة. أنا هذا الكلام وأنا أعتز أيضا بخالد يوسف. خالد يوسف اللي الآن بيعمل بطل قومي وثورجي على الإخوان وعلى الإسلاميين. تدخل أحد ضباط أمن الدولة
وعد له نهاية أحد أفلامه ولم يتكلم في حينها ولم يستطع أن يتكلم. شكرا. تفضل. ده كلام كله عاري من الصحة. أولا هبدأ من الآخر. لم يتدخل عمدي ضابط أمن الدولة ويغير نهاية حين ميسرة ربما لم مقصود. لم يحدث. نعم. لم يحدث. الفيلم الوحيد اللي منع كاملا هو فيلم اسمه الرئيس والمشير، وده منع نعم. من الرقابة. رفعت قضية في القضاء الإداري وكسبتها. طعنوا في الإدارية العليا اللي هو المشير. نعم. اللي هو والمخابرات العامة والقوات المسلحة ووزارة الثقافة طعنوا ضدنا. بس مشهد نزول الجيش والموضوع ده ألم يحذف؟ لا، موجود وبيعرض في كل القنوات. طيب اما في قال ايه؟ معلش السؤال حاجه كتير قال انه انت السبب في خساره حمدين، وانت فنان والله سله واحده مع ايناس الدغيدي وليس لك في السياسه. والله بص حضرتك، ده تقييمه الشخصي. الجمهور هو اللي يقدر يقول الكلام ده اذا كان مصدقني ولا مش مصدقني. لو كان الجمهور مش مصدقني ما كانوش الاخوان المسلمين يترجوني في احيان كثيره ان انا انزل اتضامن معاهم في الميدان على قضايا تخصهم. منهم كان اخر مره كان حسن البرنس قدامي وانا على الهوا. من الذي ترجاك من الاخوان؟ نعم، حسن البرنس على الهوا، مش رجاء شخصي. ارجوك يا استاذ خالد انزل، احنا في قضيه محتاجينك. وقلت له مش هنزل لان دي قضيه تنظيم الاخوان المسلمين مش قضيه مصريه. ذلك في أي ده في ايام انتخابات الرئاسه لما كانت النتائج معلقه وكانوا بيضغطوا في الميادين عشان النتائج لا تغير. فالمهم ان لو هم حاسين ان انا مش مؤثر وحاسين ان انا منفر. مين هتيت صوتك بالنهائي؟ لمين هتيت صوتك؟ لشفيق ولا لمرسي؟ لا، انا ابطلت صوتي وكتبت الثوره مستمره والمجد للشهداء. ولو كنت انا من المضرين لحمدين صباحي ما كانش الحمله وعلى راس حمدين صباحي متمسكين بيها هذا التمسك. دعنا نستمع الى راي الاستاذ رقم 2. موافقه مؤيده، تفضلي. أنا مؤيدة لأن أنا متابعة خالد يوسف ومتابعة مواقفه، وشايفة أنه حتى في أفلامه كان عنده الجرأة أن هو يتصدى لمشاكل موجودة ويعني ملحة في المجتمع المصري ومحدش اتطرق لها قبل كده. أنت تشاركينه الرأي بعدائه الواضح للتيارات الإسلامية وللإخوان المسلمين؟ لا، أنا مش شايفة أنه عداء، أنا شايفة أنه تحليل موضوعي، وأنه فعلا تاريخ كل الحركات اللي هي كانت بتريق الدماء في مصر واللي كانت بتستخدم العنف هي طالعة من عباءة الإخوان المسلمين. شكرا. الأستاذ رقم 3، معارض أو موافق؟ موافق. مؤيد، على أي أساس أعطيت التأييد للأستاذ خالد يوسف؟ أنا مؤيد لكلام أستاذ خالد في نقاط كثيرة جدا، لكن لي عدة ملاحظات. أولا هناك بعض المبالغة في تصوير تاريخ الإسلاميين بأنه دوائر من العنف والدم. يتحدث أستاذ خالد كأن هذا حتمية تاريخية يجب أن تتكرر ويجب أن تحدث. الماضي قد لا يحكم دائما على الحاضر، يعني مش شرط ان الماضي الدموي، يعني قتل الخزندار او اغتيال النقراشي او العنف في السبعينات والثمانينات ليس شرطا ان يتكرر، خصوصا عندما يتم دمج تيارات الاسلام السياسي في العمل السياسي. كلامه عن أن الإخوان كانوا في الميدان واعتقدنا أن كل الخلافات قد ذابت، يعني هذا تصور مثالي لا يصلح أنه يبقى سياسة. وكلامه عن أنهم أداروا ظهرهم للثورة ليس صحيحا. هم أداروا ظهرهم للثورة يوم 29 يناير لما قعدوا مع عمر سليمان. يعني في ملاحظات أخرى لكن لا يتسع الوقت للذكر. ولكن بعد 29 يناير عدتوا واجتمعتم مرارا أنتم والإخوان في الميدان. ده صحيح. لأنه كانت مصلحتكم تقتضي ذلك. يعني بانت الحكاية بعد كده إن التخلي جه من كانوا قاعدين مع عمر سليمان يوم 29. وبعدين أنا افتكرت حاجة أنت قلتها لما قلت إحنا كنا بنختبئ وراءهم في الميدان، وده كلام ليس صحيحا. أنا قلت الكلام ده، قلتها مرة واثنين وثلاثة، وقلتها من أكتر من سنة. اللي حمل ميدان ده شباب مصر كاملين، ليسوا ما كانش الإخوان المسلمين هم اللي متقدمين الصفوف. وقلت قبل كده وأنا شاهد عيان أن أكثر الناس فدائية كانوا شباب ألتراس الأهلي والزمالك. شكرا. دعونا نتوقف مع فاصل إعلاني، بعد الفاصل ننتقل إلى دائرة الزمن.
انتوا بتستعدوا لشهر العزايم. اهلا بكم مشاهدينا مجددا في زمن الاخوان، وقد وصلنا مع ضيفنا المخرج خالد يوسف الى دائرة الزمن. دائرة الزمن. خالد يوسف، لو عاد بك الزمن هل كنت وقفت جنبا الى جنب مع الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية في ميدان التحرير وثرتوا معا ضد نظام مبارك؟ طبعا. انا مش ندمان ولا شايف ان احنا عملنا حاجه خاطئه لما الاخوان المسلمين لحقوا بنا في الثوره وتكاتفوا معانا. لحقوا بكم طبعا، هم حضروا متاخرين وغادروا مبكرين، يعني معروفه. وسبقوكم. نعم. لا الى قطاف وسطوا على الثوره باختصار يعني. لكن مهما كان، مهما حصل، مهما ممكن يكون تصل إلى السلطة مين من الجماعات اللي شاركت في الثورة، سواء كانت قليلا أو كثيرا، في كل الأحوال أحسن مما كنا نعيشه في ظل نظام مبارك. هل ممكن أن يأتي بك يوم أو يأتي يوم من الأيام ويترحم خالد يوسف على أيام مبارك؟ لا، مش هيحصل. مش هيحصل. احنا لو سيبناهم بمزاجهم هنترحم على أيام هتلر لو سيبناهم بمزاجهم. لكن أنا عندي ثقة وعندي يقين في إرادة الشعب المصري. هم قتلة، بأنهم إرهابيين، بأنهم سينكلون بالشعب المصري، بأنهم سيدمرون مصر. لماذا؟ الشواهد تقول لك. لو أنا حتى حاكم غلط على التاريخ، الحاضر يقول لك. اللي جايين دول يعملوا اللي حضرتك بتتكلم عليه، والوحدة والتكاتف عشان مشروع النهضة. ماذا فعل الدكتور مرسي من ساعة ما استلم رئاسة الجمهورية؟ كل ما فعله هو كيف يمكن. خلينا اكمل يا توني. خلينا اكمل. انا ما قلتش جمله. بتحاسب رئيس على شهر له خلينا اكمل الجمله برضه عشان تفهمني. ماذا فعل؟ كل القرارات اللي اصدرها كانت قرارات تمكين الاخوان المسلمين من مصر. اذا كانت الثوره ضد نظام مبارك آلت الى ما آلت اليه باقل خسائر ممكنه في عالمنا العربي. تمام. برايكم ثوره ضد الاخوان المسلمين هل ستنتهي بنفس النتائج أم سنذهب إلى ليبيا وسوريا؟ لا طبعا، ثورة ضد الإخوان المسلمين أنا بأكد لك إنها طبعا هيبقى فيها دم، لأن هم لا يعرفوا في حالة الهزائم غير الدم. والشعب المصري كله لو الإخوان المسلمين أو غيرهم أو أي تيار رفع سلاح سيسحق فورا، لأن طبيعة الشخصية هم مش قادرين يدركوا طبيعة الشخصية المصرية. احنا عندنا مثلا أحداث الفتنة الطائفية ولعت كنيسة، دي في أي مجتمع، وعندكم في لبنان حادثة أقل من كده قومت حرب 15 سنة. عندنا لما تولع كنيسة الشعب المصري يحس إن الدنيا هتولع، ياخد خطوتين لورا يقول أنا مش بتاع الكلام ده. الشعب المصري يسحق أي داعي للعنف في مصر. دائرة الزمن. دائرة الزمن. في زمن الإخوان هل سيستطيع خالد يوسف أن يخرج أفلاما أو يصنع أفلاما شبيهة بالتي كان يصنعها وفيها خدش للحياء العام وأفكار غريبة إلى حد ما عن المجتمعات المصرية والعربية، مشاهد ساخنة، علاقات غير شرعية و لن يستطيع أي قوة في العالم أن تمنعني أن أصنع الفيلم اللي أنا عايزه بالضوابط بتاعتي، مش بالضوابط بتاع أي تيار ولا بأي حكومة. كيف ستواجه إذا منعت أو إذا الرقابة منعت؟ لن يستطيع أحد منعي، لأن أنا بالقانون. القانون إذا أصدروا قوانين تمنع هذا النوع من الأفلام. ما يستطيعش يصدر قوانين تتصادم مع قاعدة دستورية هتتكتب في الدستور، ولن يستطيعوا أن يقتربوا منها. وأنا بقول لك المادة 49 اللي بتتكلم عن حرية الإبداع والتعبير إنها مكفولة، وإن الدولة عليها أن تحميها وتوفر سبل التشجيع اللازمة لها. خليني بس ربما لن تعود هذه المادة في الدستور. أنا بقول لك أنا المادة دي يعني ما حدش يجرؤ إن هو يقرب لها. شأنها شأن المادة الثانية بالظبط. أنا بقول لك مين بده يمنعه؟ خليهم يقربوا لها. خليهم يقربوا لها. مما تخاف على مصر بزمن الإخوان؟ لا أخاف على مصر مطلقا. بعد ثورة 25 يناير لا يصح أن نخاف، ولا يصح أن نتشائم، ولا يصح أن احنا نشوف أن اللي جاي أوحش. نعم. مصر مقدمة بكامل إرادتها على أنها تحقق نهضة هتحققها. وما يحدث من زمن الإخوان اللي حضرتك بتتكلم عليه أنا بسميه صخور صناعية قد رميت في نهر الثورة الرائق كي تعكره وتحد من جريانه. الصخور دي الشعب المصري هيشيلها، وستصل الثورة إلى أسئلة سريعة في دائرة الزمن. دائرة الزمن.
هل يمكن أن تقدم فيلم من نوعية الرئيس عمر حرب يحمل تساؤلات وجودية في زمن الإخوان؟ طبعا. بقول لك لن يمنعني لا إخوان ولا سلفيين إن أنا أقدم اللي أنا نفسي أقدمه. لو تم إقرار عقوبة الجلد ضمن القانون المصري ماذا سيكون؟ يحلموا يروحوا يطبقوها في بلاد تانية، يروحوا يعني؟ يطبقوا الكلام ده في أي بلد آخر فين؟ في أي بلد هم عايزينه. في مصر هتفضل دولة مدنية وسيادة القانون هتفضل سيادة ولكنها القانون. بلشت تطبق ببعض الدول. نعم، ما كانت موجودة. ما أنا قلت لك يروحوا يطبقوها في أي بلد تانية. في مصر المدنية الحديثة اللي فيه شهداء راحوا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وليس من أجل أي شيء آخر، وما كانش فيه شعار الشعب ده رفعوا شعار واحد له علاقة بالتيار الإسلامي السياسي. ما الذي سيحدث لو تم تطبيق الاقتصاد الإسلامي وغلق البورصة لأنها حرام؟ أنا بتصور أن الأساتذة الإخوان المسلمين أكثر رأسمالية من رأسمالية أحمد عز، والرأسمالية الجشعة بمعناها الحقيقي تتمثل في مفهوم الإخوان. من تقصد برأسماليين الإخوان المسلمين؟ من أول خيرت الشاطر لكل المنظومة. كل هذه المنظومة منظومة رأسمالية التجار القائمة على تحقيق أكبر مكاسب. ماذا لو تمت إزالة فكرة أو فترة حكم جمال عبد الناصر من كتب التاريخ في زمن الإخوان؟ لن يجرؤ أحد على حذف لقطة واحدة من تاريخ مصر. ده تاريخ مصر. قيل الستينات وما أدراك ما الستينات، ورديت عليه و20,000 واحد ردوا عليه وهرد عليه تاني وأقول له لولا عبد الناصر ما كنتش اتعلمت وكنت زمانك دلوقتي زي أهالينا وزي وزي أهالية. كان زمانك دلوقتي لسه بتجري ورا الحمارة في البلد، لأن كل الفلاحين كانوا حافيين قبل عبد الناصر. عبد الناصر أعاد كرامة الفلاح المصري وإدى والد محمد مرسي فدادين عرف يعلمه بيها ويخش كلية هندسة، فيجي يقول ما أدراك ما الستينات. هذا الكلام على مسؤوليتك على الشخصية مسؤوليتي. ولا نتبنى أي من هذه المواقف. الأستاذ رقم واحد موافق؟ موافقة مشروطة. غريب، هاي مفاجأة. لن تستطيع أي قوة في العالم أن تمنعني من الإبداع. أنا موافق. لا أخاف على مصر مطلقا. بعد ثورة 25 يناير فمصر قادرة على تحقيق النهضة برجال مخلصين. الرجال المخلصين نعم. دول على مش شرط فكرة يكونوا قوميين. على فكرة الأستاذ رقم واحد هو ممثل الإخوان. لا مش المسلمين. أنا من الإخوان، مش ممثل عن الإخوان. من الإخوان. من الإخوان. من الإخوان. بس أنا بقى أقول المشروطة. عارفك المشروطة وأنا عارفك برضه. حبايبي. اتفضل. أنا بس بستغرب أستاذ خالد ليه المواقف الوطنية لا تتجزأ. بعض الإعلاميين القوميين والناصريين ينحازون الآن للمجلس العسكري وينسقوا مع المخابرات العامة في خطة الثورة المضادة اللي بتقول هنسقط مرسي في خلال سنة، والأستاذ خالد قالها في الفقرة الأولى. من أين أتيت بتلك المعلومات؟ هو قال وهي دي تسريبات. هو قال وين هو قال في الفقرة الأولى إن في خلال سنة مش هتشوف مرسي لو هتسجل الحلقة الجاية. افتكر كده. تاني حاجة، الخلاف مع الإسلاميين أيديولوجي عند خالد يوسف مطلقا. هو أي حاجة تيجي من اليمين الإسلاميين رافضها. أنا بقى الأستاذ خالد وأنا بعتز بيه كمبدع جدا جدا، أتحداه كسياسي إنه ينزل في دايرة كفر شكر اللي هو من مواليدها قدام شاب عنده 25 سنة من الإخوان وشوف الشعب يختار مين. شكرا. ده أنت بتحلم. أنا بتحدى. أنت بتحلم. أنا بتحدى خالد يوسف إنه ينزل قدام شاب من الإخوان المسلمين. لا ده يعني بيحلم بجد. دايرتي دايرة كفر شكر. انا لو نزلت الدخان ما ياخدوش. انا اتحداك يا استاذ خالد. اوكي يعني انا اتحداك. يعني هو بيقومها في دماغي عشان انزل، ولو نزلت انا بحبك واتحداك. لو نزلت في بلدي، لو نزلت في دايرتي، انا بقول لك الاخوان المسلمين مش هياخدوا ربع اللي انا هاخده. ده انا متاكد منه. ده واحد. تنزل الانتخابات. اثنين، هو قال حاجه، قال حاجه المصريين بينسقوا مع العسكر للثوره المضاده. اولا والسنه الجايه مش هنلاقي مرسي. بص، انا اولا اثناء ما كان هم في شهر العسل مع العسكر وكانوا واخدينهم بالحضن، واثناء ما احنا كنا في الميدان وبنتقتل في شارع محمد محمود وفي مجلس الوزراء، واثناء ما كانوا هم اداروا ظهورهم للثوره وكانوا بيقولوا الشرعيه للبرلمان وليست للميدان، اثناءها احنا كنا بنقول يسقط حكم العسكر، وما زلنا بنقول يسقط حكم العسكر ويسقط حكم المرشد، ولا للعسكر ولا للمرشد. ومش هنستقوي بحد عشان نسقط الاخوان. شكرا. احنا هنسقطهم بالشعب رقم المصري. 2 موافقه. اتفضلي. انا بحيي في المخرج خالد يوسف حرصه على المؤسسه القضائيه ومؤسسه القضاء يعني، واصراره على وجوب احترامها، لانه يعني ضرب مؤسسه القضاء يبقى جزء من تقويض او محاوله تقويض الدوله.
وعايزه اقول انه الافلام اللي عملها خالد يوسف واللي اثارت ضجه كبرى في المجتمع وكانت مسار مناقشات ونقد وتحليلات صدرت او نفذت في عصر كنا بنقول عليه استبدادي. فاذا كان جه عصر بعد كده بيدعي الديمقراطيه ويمنع الابداع، انا مش قادره اتصور ده. وبحييه كمان على اشارته الى ان عبد الناصر كان منحاز للفلاحين الحافيين. شكرا. الاستاذ رقم 3 معارض. انتظرناها من واحد، اتتنا من الثلاثه، من الخلف الطعنه جاءتني من الخلف. متفق تماما مع كل ما قاله خالد يوسف، لكن لم أكن أتوقع أن أسمع من أحد المثقفين المصريين الفاعلين والمؤثرين في الثقافة المصرية أن يستخدم هذين التعبيرين. لو سيبنا الإخوان بمزاجهم هنترحم على أيام هتلر مش أيام مبارك. لو أحس الإخوان أن الشعب صمت لفعلوا بنا مثلما فعل هتلر. هذا تشبيه غير موفق بالمرة، وأتمنى من أستاذ خالد متفضلا أن يتراجع عنه، لأنه في أقل ما يوصف هو تعبير عنصري. هل تتراجع؟ أنا عشان خاطرك أنت وأنت راجل موضوعي أنا مستعد أن أتراجع. يا شفت الديمقراطية أكتر من كده؟ يعني انا لما قلت هتلر ما كنتش اقصد فكره ولا عن قناعه؟ لا عن قناعه. انا ما اقصدش ان الاخوان هياخدوا المصريين يحطوهم في الافران زي ما هتلر عمل. يعني انا كنت ما اقصده اعدت الحسابات، يعني مش اعدت الحسابات. هو نبهني ان الجمله فعلا كبيره على وصف الحاله. يعني انا في انفعالي ممكن استخدمت تعبير ما هواش دقيق في وصف الحاله. شكرا. دعونا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نعود للفقره الثالثه والاخيره وهي دائره المواجهه. نحييكم مشاهدينا مجددا في زمن الإخوان مع ضيفنا المخرج خالد يوسف، وقد وصلنا الآن إلى دائرة المواجهة. دائرة المواجهة كالعادة اللون الأزرق يجب أن، اللون الأحمر أخاف أن، ومجموعة من الصور نبدأ باستعراضها مع الصورة الأولى. الصورة الأولى هي الأستاذ توفيق عكاشة، حيث قلت لماذا تضحك؟ أنكم أنتم من صنعتم أمثال توفيق عكاشة. والله يعني الراجل ده راجل عجيب بالنسبة لي يعني. نعم. يعني أنا مرة طلع قال حاجة عليا. قبل يجب أن أو أخاف أن؟ يجب ألا يكون الإعلام مثل النموذج اللي بيقدمه. لماذا؟ لأنه في ما بيقدمش إعلام حتى محترف ولا في أي درجة من درجات المهنية. صورة تانية، مرشد الإخوان الذي قلت يسقط حكم المرشد. هقول إيه؟ هقول يجب أن نفسي يفهم بقى إن دي مصر، إن عمرها ما هتبقى دولة الإخوان، وعمر أخوانة الدولة ما هتمشي في الطريق اللي هو متخيله، وعمر مشروع الإخوان ما هينتصر. نفسي يرجع مصري وبس. صورة جديدة، الرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن أو أخاف أن؟ يجب أن ترحل فورا. أنا أيدت الثورة السورية بعد ثالث يوم من قيامها في درعا، ونصحت عن طريق حد صديق مشترك بيني وبين هذا النظام قبل الثورة السورية ما تبدأ. قلت لهم الثورة العربية آتية لا ريب فيها، وهتيجي عندكم ويتصلحوا الدنيا يتمشوا. من هو هذا الصديق؟ صديق اسمه ياسر قشلق. كان فقلت له الثورة جايه لكم قبلها ب3 ايام، ويسأل عن ده قبل الثورة ب3 ايام. قلت له هذا الرسالة، قلت له أرجوك بلغ الرئيس وبلغ النظام السوري إن مش صحيح إن النظام إن دايما يقولوا سوريا غير مصر، مصر غير ليبيا، الكلام اللي كانوا بيقولوه. بنشوف صورة جديدة أيضا، ننتقل إلى صورة أخرى وهي صورة الرئيس جمال عبد الناصر جنبا إلى جنب مع الراحل معمر القذافي، وفي مقولة هون أن القذافي هو تلميذ عبد الناصر وخليفته.
لا خليفته لا، ولا تلميذه حتى. يعني في وقت ما كان عبد الناصر عايش، السنة نعم. اللي هو عاشها في كنف عبد الناصر يجب أن أخاف أن يجب أن نفرق بين قيمة كبيرة في تاريخنا الوطني العربي اسمها قيمة جمال عبد الناصر وإسهامه العالمي في حركات التحرر في العالم الثالث، وبين رجل ابتدأ ثوريا ثم جن ويعني ما أعتقدش أنه بعد سنة من وفاة عبد الناصر أصبح قذافي له أي امتداد لمسيرة عبد الناصر، ولا يمكن أن يطلق عليه لا تلميذه ولا أي حاجة من الحاجات اللي هم بيقولوا عليه. صورة جديدة. سمية الخشاب فنانة كبيرة. يجب أن أخاف أن هي أعطت رأي فيك. يجب أن تعود للسينما والسينما أكيد محتاجة إسهام سمية الخشاب. هي قالت عن خالد يوسف في نفس الكرسي ونفس الشاشة بابتسامة لم أستطع أن أفهمها، أن أتبينها. مظبوط. قالت إنه مندفع كثيرا، يخفف من اندفاعه، يعني طيب متهور على يعني عشان تصريحات اللي انت شايفها دي. بس يعني كل الأصدقاء اللي حواليا بيتهموني بالتهور. دعنا الآن ستشاهد صورة وعليك أن توجه رسالة مباشرة إلى صاحب أو صاحبة هذه الصورة. من تعتقد ستكون الصورة؟ صورة من؟ بدي منك رسالة لها. يعني أنا أختار؟ لا خلاص طلعت. وجه لي رسالة، تفضل. والله أنا بدون إحراج. أنا ما عنديش إحراج خالص. اعتبر البيت بيتك وأنا مش موجود. تفضل. لا أنت إعلامي مهم. لا ما بدون. وجه رسالة مباشرة، وجه لي رسالة. طيب ما هوجه لك اهو. أنا الصورة دي ما أعرفهاش، أنا أعرفك أنت. يلا وجه. لا أتمنى أن أنت تيجي مصر تعمل لنا تضيف لنا إسهام من إسهاماتك في الإعلام المصري، مش في رمضان بس. يعني ما اتمناش ان انت تبقى موسمي كده تطل علينا مره في العام، بس شيء مباشر لإلي هيك. ما هو ده اللي انا عندي. بجرأتك لو عندي حاجه هقولها انا لا بخاف ولا بتكسف. طيب فبما انك هيدي بس خلينا ننتقل لصوره اخرى توجه لها رساله. هي راح تكون صوره المخرج المبدع. راح اقول لك اسمه لانه في حال ظهرت الصوره قلت ما بتعرفوا هون الكرسي الكبيره رحمه الله الاستاذ الكبير. يعني مش هعرف يوسف شيء. لا ما قلت بركي قاعد قدامك وما عرفتني. الاستاذ برضه الصوره فيها ديستورشن كده، لكن يوسف اقول له وحشتنا قوي يا استاذ، وكان نفسنا تبقى معانا في الثوره. هل برايك كان ممكن يكون معكم بالثوره؟ كان اول واحد هينزل، وكان هيتمحور حوله الميدان، وكان هيبقى طفل الثوره المدلل، وكان هيقعد يخبط في الارض ويدبدب في الارض لو حد قال حاجه على الثوار، وكان هيجيب خيمته ويقعد ال 18 يوم. كان بينتظر اللحظه دي من زمان بجد، مش بقول لك كلام عشان هو استاذي، هو كان منتظر اللحظه دي واستشرفها كثيرا 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 من افلام واسهاماته. ويعني ربنا كده يعوضنا بقيمة كبيرة أخرى زي قيمته. برأيك هل لو كان يوسف شاهين محافظ الألقاب طبعا رحمه الله على قيد الحياة، هل كان ليقبل بأن تقول ما قلت اليوم ضد الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية؟ كان هيأيدني في كل ما ذهبت إليه. دعنا نعود مجددا إلى لجنة الرأي والرأي الآخر للمرة الأخيرة هذه الليلة مع الرقم 1. موافق أو معارض؟ موافق. شفت عم بيبين لك عن الاعتدال والديمقراطية عند الإخوان وأنت مش قابل. تفضل. أنا بسنده في اعتزازه بأستاذه وبمعلمه الفنان والمبدع يوسف شاهين. موافقه برضه في الرأي اللي قاله في توفيق عكاشة ونشر الأكاذيب. بس أنا بس عندي مؤاخذة على أستاذ خالد، إن هو يعني إيه سيب زي ما أنت بتحب تعبر، سيب غيرك يعبر. انا اتحدى. انت دائما تعرض بتصريحات الدكتور مرسي على حقبه الستينات، هي ربما يعني ايه عباره. وانا بقول لك استاذ خالد، ثق ان الاسلام اول من ارسل العدل والعداله الاجتماعيه، ونحن نتبنى منهج الاسلام مش منهج الاخوان. شكرا لك استاذي. الاستاذه رقم 2 موافقه ايضا. ما سبب الموافقه؟ لا انا سبب الموافقه تقريبا كل الكلام اللي اتقال، بس انا استوقفني
ملاحظة ذكية جدا جدا جدا، وهي انه ان عبد الناصر كان عسكري بس ما كانش حكمه عسكري، وكان منحاز الجماهير، وكان عظيم زي ما ديجول كان عظيم. يعني حكاية الاستنباط دي اللي بتتعمل وان ده عسكر، وقال يعني في مدنيين يعني شناع في التاريخ، لكن عبد الناصر نقدر نقول عليه ان هو زعيم وطني عروبي قومي. شكرا أستاذتي. الأستاذ رقم ثلاثة يعني 3 موافقات يعني. الحمد لله. هيدا الماكسيموم. تفضل. أنا متفق مع كلام أستاذ خالد إلى حد التطابق تقريبا في كل ما قاله، باستثناء الحديث عن أن مصر لم تكن دولة عسكرية طوال 60 عاما. شكرا لك أستاذي. هل هناك من تعليق؟ لا، هو تعليق وحيد بس. في فرق برضو، ما زلت مصر ان في فرق بين ان في حد عسكري يحكمك، بس كان في توضيح واضح جدا أنه لم يكن يتم تبادل السلطة إلا داخل المؤسسة العسكرية. فليكن ان يجي 10 رؤساء بعد ورا بعض يبقوا كلهم عسكريين، ممكن يبقوا كلهم عسكريين او يبقى كلهم مدنيين، والمدنيين دول كلهم يبقى حكم مستبد، والعسكريين دول يبقى حكمهم عادل. يعني الاستبداد هو حكم العسكر اللي احنا بنقوله ده، يسقط حكم العسكر يعني يسقط حكم الاستبداد. سأنتقل معك إلى وسط المسرح لنكتب رسالة تحت عنوان رسالة إلى التاريخ من هذا المنبر برمضان 2012، برنامج زمن الإخوان عبر القاهرة والناس. خالد يوسف سيكتب رسالة يقول فيها: أنا قلت لكم في هذا التاريخ. انت عايزني اكتب يعني انه عم بتقول للناس تذكروا اللي عم بقول لكم اياه، انه زمن الاخوان سيكون. تذكروا انني قلت لكم اليوم ان زمن اوكي زمن الإخوان لن اوكي ماشي. زمن الإخوان لن يستمر أكثر من شهور. الأمضاء خالد يوسف. شكرا لك خالد يوسف. كتب خالد يوسف: تذكروا أنني قلت لكم اليوم أن زمن الإخوان لن يستمر أكثر من شهور، ولكن من سينهي؟ الشعب المصري. لماذا؟ إذا كان هذا الحكم صالحا لماذا سينهي؟ مين قال لك أنه هيبقى صالح؟ ومين قال لك أنه مش هيبقى صالح؟ اللي حصل ما بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وأسر يعني بيثبت لك يعني. قبل نهاية هذه الحلقة يحق لخالد يوسف أن يتعرف على أحد أعضاء لجنة الرأي والرأي الآخر. من الأعضاء الثلاثة حابب أنك تتعرف على؟ لا، أنا عارف 2، 1 و2 أنا عارفهم كويس. 1 و2 أنت لكن 3 مش عارف يعني. فالفضول ممكن يخليني أقول وأحييه إن هو يعني راجعني في فكرة إن أنا قلت هتلر على الإخوان وخلاني رجعت في هذه المقولة، فلازم أحييه. شكرا. فإذا بدي أطلب من الأستاذ رام تلاتي أنه يتفضل لعنا. في هذا الوقت أنا أصل معكم مشاهدينا لنهاية حلقة الليلة من زمن الإخوان مع ضيفنا المميز المخرج الأستاذ خالد يوسف، على أمل لقاء بكم مجددا في حلقة جديدة وضيف جديد. تصبحون على ألف خير. أنا معجب بالجهد اللي معمول سواء من رئيس التحرير ولدي يعني آدم، وطبعا زميلي العزيز ميلاد أبو رعد، والإعلامي الكبير توني خليفة. بيخلي فيه مذاق مختلف لأي حلقة هو بيعملها، وبطالب هذا الفريق اللي أنا بعتقد أنه هو فريق مهم انه يعمل برنامج طول السنة بإذن الله في مصر عشان يعني نسعد أكثر بيه.